بتبدأ أحداث الفيلم مع الأب سين اللي بيستلم طرد جاي لبنته بورا، وأما بيفتح الأب الطرد بيلاقي فيه كام صورة وشريط فيديو ودعوة باسم جوزيف. في الوقت ده بتكون بورا في الاستوديو بتعمل فويس لإعلان، وبيتصل بيها أبوها وبيقول لها على الطرد، وبيسألها إذا كانت مرتبطة بحد وبيزعق معاها، وبيقول لها إزاي ما تعرفينيش. فبتطمنه بورا وبتقول له اهدى بس يا بابا، الكلام ده مش صح. وبتسأله مين بعت الطرد، فبيقول لها شخص اسمه جوزيف، وبيبعت لها الصور اللي بتكون عبارة عن فيلم قديم اسمه علاقة حب قاسمة. وفجأة بترجع بورا بشريط الذكريات لورا عند سنة 1999، وبتفتكر لما كانت طالبة في ثانوي وكانت رايحة لصاحبتها جين علشان تطمن عليها وتعرف هي ظبطت حاجتها ولا لسه عشان مسافرة تعمل عملية القلب في أمريكا. بس بورا بتلاقي جين سرحانة ومهمومة، فبتقول لها مالك كده، فبتقول لها جين إنها أخيرا قابلت الشاب اللي كانت بتحلم بيه، ومن وقتها وهي بتفكر فيه، وإنه كان لابس زي المدرسة بتاعهم وعليه اسم هيون، يعني معنى كده إنه زميلهم في المدرسة. وبتشرح لها إن قد إيه هي بتفكر فيه ومش عاوزة تسافر. فبتيجي لبورا فكرة جهنمية وبتعمل ليها ولصاحبتها بريد إلكتروني عشان يراسلوا بعض عليه. وبتطمن بورا جين وبتقول لها أنا هراقبه وهعرفك كل حاجة عنه زي ما تكوني موجودة بالظبط. وجين بتفرح من فكرة بورا وبتحضنها. وبتسافر جين أمريكا وبتبعت لبورا على البريد الإلكتروني وبتقول لها قد إيه المكان جميل، وبتبعت لها صورتها. وبورا بتصحى بدري وبتكون نشيطة وبتجري عشان تلحق الباص، ولما بتركب بيفرمل فجأة وبتقع بورا على واحد زميلها وبتعتذر له، بس هو بيقوم ويقعدها مكانه، وبيكون مكتوب على زي المدرسي بتاعه هيون. وبيوصلوا المدرسة وبتفضل بورا مراقبة هيون وماشية وراه وتتمنى انه يبقى معاها في الفصل، بس بتتفاجئ ان البنات لوحدهم والولاد لوحدهم. وبتبقى متضايقة، بس بالصدفة بتعرف من زميلتها ان البنات والولاد بيتجمعوا وقت الغدا. وبتشتري بورا اكل وبتقعد مع زميلتها وبتراقب هيون، وبتبدأ تسجل ملاحظات عنه زي بياكل ايه وبيلبس ايه وطوله كام ورياضته المفضلة، وكمان بتعرف عنوان سكنه. وبتحاول تعرف رقم تليفونه بس بصعوبة، بتجرب كذا رقم لحد ما بيرد عليها، وبتقوله انها من شركة استبيان وعاوزة تعرف اغنيته المفضلة. فبيقول لها اسم الاغنية، بس هيون بيناديها باسمها، فبتتوتر بورا وبتقفل الخط. وتاني يوم بتبقى بورا في مكتبة الإذاعة وبيقابلها يونج صديق هيون، وبيقول لها انه عارف ان هي اللي اتصلت امبارح وانه هو اللي رد عليها. فبتتضايق بورا جدا وما بتقدرش تنكر، وبتسأله انت ليه بتعمل كده، فبيقول لها ان الرقم اللي هي طلبته ده رقمه، وانه ممكن يجيب لها رقم هيون بس في مقابل انها تجيب له من محل ابوها فيلم معين هو عاوزه. فبتوافق بورا وبتروح بالليل محل ابوها وبتاخد الفيلم اللي بيكون للكبار فقط واسمه علاقة حب قاسمة. تاني يوم مشرف الفصل بيفتش شنط البنات وبيلاقي الشريط في شنطتها، فبيعاقبها هي وكل اللي معاهم حاجات مخالفة. وبيشوفها يونج وهي رافعة ايديها ومتعاقبة، فبياخد منها الفيلم وبيمشي. وبورا بتتضايق جدا من اللي عمله. وبتشوف بورا بالليل في المحل قاعد بياكل، فبيدخل عليها هيون ويونج وبتبقى مش مصدقة. ويونج بيعرف هيون انه ممكن ياخد فيلم مجاني من المحل لو سجل رقم تليفونه عندهم. فبتديله بورا ورقة وبيكتب فيها رقمه، وبكده يكون يونج نفذ كلامه معاها وجاب لها الرقم. وبتبعت بورا لجين الرقم اللي بتتصل بيه وبتشغله اغاني رومانسية. وبتسأل بورا يونج عن كل حاجة تخص هيون وبتسجلها. وكل الطلاب بيكونوا حاضرين مهرجان الزهور، وبيدي يونج لبورا الكاميرا بتاعته عشان تجربها، وبيبقى باين انه معجب بيها، فبيسيبها ويروح لهيون. وبتفضل بورا مراقباهم وبيبص لها يونج فبتتوتر. وبالليل بنشوف واحد بلطجي بيتخانق مع هيون علشان غيران منه على حبيبته، وبيكون هيضربه، بس بورا بتتدخل وبتنقذ الموقف. وبيجي يونج وبيبعدوا وبيجروا لحد ما يوصلوا عند عربية شرطة وبيفضلوا جنبها، فما بيقدرش البلطجي يقرب منهم وبيمشي. وبياخد باله يونج انه بورا مجروحة في رجلها، فبتروح على المستشفى ويربطوا لها الجرح. وبتقابل بورا ابوها وبيقول لها ايه اللي حصل ده وليه تدخلي نفسك في المشاكل، وبياخدها وبيمشوا. وتاني يوم في المدرسة بيوصل هيون بالموتوسيكل بتاعه وبيشوف بورا وبيطلب منها تركب معاه، وبياخدها على مكان بعيد وبيسألها هي ليه انقذته وليه مهتمة بيه للدرجة دي. فبتتوتر بورا وبتقول له انه كان معرض للموت وان اي حد في مكانها كان هيساعده، وبتطلب منه يرجعها المدرسة تاني، لكن الموتوسيكل بيكون عطلان. فبتتضايق بورا جدا وبتصرخ، وبيضطروا يرجعوا على عربية هما والموتوسيكل. وبيعزم هيون بورا على العشاء وبياخدها على المطعم اللي يونج شغال فيه، واثناء الاكل بيقول لها انه معجب بيها. فبتتفاجئ وبتشرق وبتقول له انه ما ينفعش يعجب بيها لانها بتاكل كتير وكمان شعرها مش نظيف وفاشله ومهمله. وبتاخد شنطتها وبتجري، بس بتنسى العكاز بتاعها. فبيروح وراها يونج وبيرجع لها العكاز، وبيقول لها انه كان فاكر انها معجبه بهيون. فبتقول له لا انا مش معجبه بيه. وبيطلعوا رحله تبع
تبع المدرسة وبتلاقي بورا واحد بيبيع عصير توت، فبتقرر انها تشتريه لأهلها وبتدفع الفلوس اللي معاها بس ما بتكونش كفاية، فبيدفع لها هيون وبيقول لها انه موافق يرتبط بيها حتى لو كانت صفاتها وحشة، بس هي بترفض وبتزعق له وبتاخد الإزازة منه وبتمشي. وبيكون يونج شايف اللي بيحصل. وبالليل بتسهر بورا مع زميلاتها البنات وبيفضلوا يشربوا لحد ما بتفقد توازنها، وبتروح تخبط على يونج بالغلط والمشرف بيسمعها فبياخدها يونج وبيستخبوا. وتاني يوم بتكون هي وزمايلها تعبانين وبيجيلها يونج وبيديها مية بالعسل علشان تديلها طاقة، وبتبقى نظراتها ليونج كلها إعجاب. وهيون بياخد باله وبيروح ليونج عشان يصورهم وبينضم معاهم في الصورة وبيتصوروا هما التلاتة. وبتبعت بورا لجين الصورة علشان تشوفها أول ما تخرج من العمليات، وبتقول لها إنها عندها حاجات كتير عاوزة تحكي لها أول ما ترجع. وبتيجي أجازة الصيف وبنشوف بورا قاعدة في المحل زهقانة وبتتفاجئ بيونج وبيعرفها إنه اشتغل في محل قصاد محل أبوها وإنه هيعدي عليها كل يوم. وأول يوم شغل ليونج بتفضل مراقباه وهي مبسوطة وسعيدة، وبعد الشغل بيعزمها هي وأخوها الصغير على آيس كريم وبيعرفها إن هو كمان عنده أخ صغير، وبياخدها عند بيته القديم وبيوريها شجرة البرقوق اللي زرعها وهو صغير، وبتقطف منها وبتاكل وبيعجبها الطعم جدا وبتقعد تاكل وهو بيصورها، وبتقوله إنه محظوظ لأنه بيعرف يعمل حاجات كتير في وقت واحد. فبيقول لها إن صوتها حلو وإنها جميلة وبيديها برقوق وبيوصلها للبيت، وبتعرض عليه إنهم يتفرجوا على فيلم سوا في أجازة الأسبوع فبيوافق. وبتبقى بورا سعيدة وبتبعت بورا لصاحبتها جين وبتعرفها إنها بتحب زميلها يونج وإنها سعيدة وعاوزة ترقص من الفرحة وإن حياتها بقت أجمل. وبتستنى بورا الأجازة بفارغ الصبر علشان تقابل يونج، وبتقرر تشتري لبس جديد عشان تقابله بيه. وهي في الطريق بتقابل هيون وبيعرف إنها كانت بتجيب لبس جديد وبيعزمها على آيس كريم في المحل اللي بيشتغل فيه، وبيحاول يمسح لها بقها بس بيظهر يونج وبيديها مناديل. وبنشوف جين رجعت من السفر وبتجري على بورا وبتحضنها ويعيطوا، ويونج وهيون بيكونوا مستغربين، فبتعرفهم جين على نفسها وإنها صاحبتها المقربة. وبتاخد بورا جين البيت وبيبقوا مبسوطين إن العملية نجحت، وبتقول لها إن هي مبسوطة إن هيون شغال في محل الآيس كريم اللي قدام محلهم، فبتعرفها إن يونج هو اللي شغال في المحل، فبتوريها الصورة اللي بعتتها لها وبتتصدم أما بتعرف إن اللي صاحبتها بتحبه هو يونج مش هيون. وتاني يوم بنشوف بورا وهي قاعدة في المحل حزينة ومش عارفة تعمل إيه. بعدها بتروح لجين وبتعرف منها إن النت فاصل وإنها ما قريتش آخر إيميل بعتته لها، وبسرعة بتفتح بورا الإيميل بتاع جين وبتمسح آخر رسالة بعتتها لها. وفي أجازة الأسبوع بيكون يونج مستني بورا عشان يدخلوا الفيلم سوا، لكنه بيتفاجئ إن جين هي اللي قدامه وبتقول إنه بورا مشغولة جدا، فبيستغرب يونج وما بيبقاش مبسوط بس ما بيبينش، على عكس جين اللي بتكون سعيدة جدا. أما بورا فبتكون مع هيون في المزرعة بتساعده في قطف العنب وبتحكي له اللي عملته علشان صاحبتها، وبياخدها يوصلها البيت وبتكون حزينة. واما بترجع جين بتحكي لها قد ايه يونج كان لطيف معاها وانه انسان طيب وعزمها على العشاء، فبورا بتكون سامعاها بس بتتألم من جواها لكن مش قادرة تتكلم، وبيبعت لها يونج رسالة انها تكلمه، فما بتعرفش بورا تنام طول الليل فبتروح تكلمه من تليفون عمومي. واول ما بيعرف بيروح لها وبيقعدوا سوا وبتقول له انه فهم مشاعرها غلط وانها ما بتحبوش، وبتعتذر له وبتسيبه وبتمشي وهو بيكون مصدوم. وبيفضل يونج ماشي تحت المطر وهو بيتألم وفي ايده جواب كان هيديهولها وكان بيعترف لها فيه عن كل مشاعره. وبتعرف هنا انه كان يعرفها من قبل ما تتعرف عليه في المدرسة، وكان بيشتري افلام من محلهم وحبها من اول نظرة وبيقع منه الجواب. وبتحاول بورا تتعامل معاه عادي عشان هما مشتركين في نادي الإذاعة وشغالين مع بعض، وكمان عشان جين ما تحسش بحاجة. وبعد ما بيخلصوا تصوير وبيقرروا يسافروا لمحطة سهول الإذاعية عشان يعدلوا اللي سجلوه لأن كاميرا التعديل بتاعة المدرسة قديمة، وبيروح معاهم هيون وجين اللي بتقول لبورا إنها تعترف ليونج بمشاعرها النهاردة، وبتكون واخدة من عمها تذاكر الملاهي وبيروحوا هما الأربعة وبيتصوروا مع بعض. وعند لعبة قطر الموت بتكون جين متوترة وبتقول لهم بورا بلاش دي، بس جين بتقول لها لا روح انت وهيون وانا هقعد هنا مع يونج، فبتفهم بورا قصدها وبتسيبهم وبتمشي. بس يونج ما بيقدرش يقعد معاها وبيعتذر لها وبيقول لها ان هو كمان عاوز يركب القطر، وبيروح يقول لهيون انه يسيبه مع بورا لانه عاوزها في موضوع. وبيروح هيون عند جين وبيعرفها ان يونج بيحب بورا لانه عنده فوبيا من الاماكن العليا، بس عشان خاطرها ركب معاها قطر الموت. واول ما القطر بيتحرك يونج بيتوتر جدا وبيقول لبورا ان عنده فوبيا، وبيستجمع شجاعته وبيعترف لها بحبه ليها. ولما بينزلوا من اللعبة بيعرفها انه راجع نيوزيلندا عند امه وبيشكرها على كل حاجة. وبنشوف جين مروحة مع بورا وبتعرفها انها عرفت كل حاجة وبتلومها
إنها ما قالتش، وبتعرفها إنها صاحبتها المقربة وإنها ممكن تسيب أي حد عشان صداقتهم. وبتحاول بورا تشرح لجين بس بتسيبها وبتمشي. وبتروح جين وبتفتح الرسائل الممسوحة وبتعرف إن بورا حبت يونج وما كانتش تعرف إنه نفس الشخص اللي هي بتحبه. وتاني يوم جين بتقابل يونج وبتعرفه إن بورا بتحبه وإن هي كدبت عليه علشانها، وبتحكي له كل حاجة. وبيروح يونج عشان يشوف بورا لكنه مش بيلاقيها لأنها بتكون راحت المستشفى عشان أخوها تعب. وبيبعت لها يونج رسالة صوتية وبيعرفها إنه مسافر بكرة وإنه هيفضل مستنيها علشان يودعها. وبيفضل مستني بس بورا مش بتروح فبيضطر يمشي. لما بتروح بورا المدرسة بتشوف جين وما بتكلمهاش وبتدخل على الفصل، بس جين بتقع على الأرض وبتلحقها بورا بسرعة على الدكتور. بس جين بتقول لها أنا كويسة وقلبي سليم وإنها لازم تشوف يونج قبل ما يسافر. وهيون بيكون مستنيها وبيوصلها عند المحطة وبتشوف يونج وبتعترف له بحبها وبتعتذر له إنها كدبت عليه. وبيودعها وبيقول لها إنه هيرجع لها في أقرب وقت. وبيفضلوا هما الاتنين يراسلوا بعض يوميا وبيعرفها إنه هيقدم في كلية الصحافة أما يرجع. وبتنجح بورا وبتتنقل للكلية وبتبقى مستنية تقابل يونج. وبتمر راس السنة وبيبدأ القرن العشرين ويونج بيهنيها بالسنة الجديدة وبيسميها فتاة القرن العشرين. لكن فجأة بيبطل يراسلها وأخباره بتتقطع وبتبقى طول الوقت بتدور عليه لحد ما يئست. ومع الوقت بتبدأ تتأقلم على الوضع الجديد. وبيمر الوقت وبترجع الأحداث لبورا سنة 2019 وبيكون أبوها بيصفي المحل وبتلاقي الطرد اللي جالها ودعوة المعرض. وبتروح بورا وبتلاقي معرض ضخم فيه صورها مع يونج. في اللحظة دي بيظهر أخو يونج اللي اسمه جوزيف وهو اللي بيبقى عامل المعرض باسم أخوه وبيعرفها إنه مات من 15 سنة وإنه كان بيحبها جدا. وبكده يكون فيلمنا خلص النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا هنستنى تعليقاتكم على الفيديو. أشوفكم في ملخص جديد. مع السلامة.